السفارة عمرها غادي تقول لك فين غلطتي بالضبط، غير كيعطيوك ورقة فيها أسباب عامة والسلام. ولكن الحقيقة مختلفة تماماً، واليوم غادي نفسر لك الأسباب الحقيقية اللي كتخلي أغلب الطلبات ديال الفيزا ترفض. أول وأخطر سبب كيوقع بسبب الرفض هو حساب بنكي ضعيف. القنصلية ما كتشوفش غير الرقم اللي في الرصيد، كتشوف الاستقرار المالي ديالك كامل. إلا كان عندك مثلا 10 أيام إقامة، خاص يكون عندك مبلغ منطقي يغطيها. ومن ناحية الحركة البنكية، هاد النقطة بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. إلا دخل مبلغ كبير قبل الرونديفو بأسبوع مثلا 50,000 درهم فجأة، القنصلية كتشك وكتسول منين جاو هاد الفلوس. خاص الحساب يكون فيه حركة طبيعية، ماشي فلوس متسلفة. إلا كنتي خدام، خاص الراتب ديالك يكون مستقر منطقي مع المصاريف، كيبان في الكشف البنكي. حتى إلا كانت عندك جميع الأوراق صحيحة، إلا ما رتبتيهمش بطريقة واضحة، القنصلية غادي تشك في الجدية تاعك. صراحة بعض الناس كيحسوا بالراحة وكيخليوا الأوراق مكدسة بلا ترتيب، ولكن القنصلية كتبغي كل شيء مرتب، كل ورقة في البلاصة ديالها، كل مستند يكون واضح، وكل شيء سهل في القراءة. حاجة صغيرة بحال هادي تقدر تضيع عليك فرصة كبيرة، حيث كيبان ليهم باللي ما عندكش استعداد أو ما كتعطيش أهمية للتفاصيل. بعض الناس كيديروا حجز طيارة أو فندق مؤقت، ولا كيطبعوا إيصالات مزورة باش يبان عندهم كل شيء واجد. ولكن القنصلية ذكية بزاف، إلا اكتشفوا أن الحجز مزور، راه هادشي كيساوي رفض مباشر، وكيبان لهم أنك ما عندكش نية حقيقية بالسفر، أو حتى ما كتقدرش تكون صادق مع الأوراق ديالك. ديما استعمل حجوزات حقيقية قابلة للتأكيد، ولا استعمل حجز قابل للإلغاء رسمي من مواقع معروفة. حاجة صغيرة بحال هادي تقدر تضيع عليك حلم السفر كامل. القنصلية كتبغي تتأكد أنك غادي ترجع لبلادك بعد السفر، وماشي غادي تبقى بلا سبب. حتى إلا كلشي الأوراق ديالك مضبوطة، إلا ما بينتيش ليهم وظيفة مستقرة، عائلة، ملكية أو التزامات واضحة، كيبان لهم أن السفر ديالك غير مؤقت، أو أنه ممكن ما ترجعش. داكشي علاش بين لهم التزامات واضحة بحال خدمة، الدراسة، عقار، عائلة. كتقول في الملف حاجة وفي المقابلة حاجة أخرى. كل معلومة في الملف خاصها تكون مطابقة تماماً لداكشي اللي كتقول أثناء المقابلة. أي اختلاف بسيط، الاسم، العنوان، الدخل، يساوي شك، والشك يساوي الرفض. جاوب باختصار وصدق. ما تقولش مثلاً أنك موظف وفي المقابلة تقول عندك مشروع حر، أو مدة الرحلة 7 أيام وفي المقابلة تقول 10 أيام. قبل المقابلة راجع كل معلومة في الملف وحاول تحفظها باش تقول نفس الشيء. أي ورقة داعمة تأكد أنها مطابقة لداكشي اللي غادي تقول. كل رفض سابق مسجل عند القنصلية، كيشوفوا الأسباب ديال الرفض. حتى إلا كانت الأمور مختلفة دابا، خاصك تعطيهم توضيح مقنع. خاصك توري التطور، وظيفة جديدة، دخل ثابت. إلا ما تبدل والو، غادي يعاودوا يرفضوك. أثناء المقابلة، إلا سولك القنصل علاش تم الرفض ديالك سابقاً، جاوب بصراحة، ركز على التغيير. إلا وضحتي التغييرات، القنصلية غادي تعطيك فرصة تانية. جرب النصائح اللي عطيتك، ما غاديش تندم، وإن شاء الله غادي تاخد الفيزا ديالك من أول محاولة. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وأي واحد حاط شي هدف قدامه ما يحبسش، حيث هذا النهار غادي يحقق.